اذا لا طاغت ديالنا ما جاتش تقرمش وتبقى تقرمش وحتى وين يجوز عليها السوايع والسوايع، ما كان له نقولوا باللي عجينتنا ناجحه. راح نشارك معكم وصفه مضمونه اللي تعتمدوها في كامل انواع اول حاجه نخدموا كريمه الليمون المنعشه اللي جامي نبدل هذه الوصفه. في كاسرونه وفوق النار حطيت بيضه 150 ملل عصير 150 غرام سكر مغرفه كبيره، بقيت نحرك فيه حتى نعقد، وزدت 80 غرام تاع المارغرين وضربت كلش بالبغا ميكس، غطيتها وخليتها تبرد. درك ناخذ الباتور ولا البيتران، راح نضرب 100 غرام مارغرين طريه مع 50 غرام سكر ناعم، زوج بغارف كبار زيت، بيضه، قرصه ملح، لافاني، نضربهم مليح حتى تولي لي كريمه، وهذا نسموه لو كريماج. راح نزيد مغرفه كبيره تاع بودره اللوز اللي عندي محمص بقشور يتباع هكا وماشي غالي، نغربل 220 غرام تاع الفرينه ونلم بلا ما نعجن، نحطها في كيس بلاستيكي ونخليها 20 دقيقه في الفريجيدار. فتحتها على سمك متوسط، سقمتها مليح بصبعتيه وخرجت لها كامل هذاك الهواء، ثقبتها بالفورشيطه وجمدتها في الكونجيلاتور، طيبتها على 170 درجه مده 30 دقيقه حتى نحمرت لي. عمرتها بالنصف تاع لاكريم هذيك تاع الليمون اللي خدمناها، والنصف اللي بقى لي طلعت كاس تاع الكريمه وخلطتها معها باش تحصلت على موس الليمون الرائعه. زينتها وهذا هو الشكل تاعها، راح تعرفوا من شكلها الى محرمله ولا مقرمشه. وهاد لا طاقه راهي تتحدث على نفسها، هاد الكريمه بزاف هايله، ماشي قارصه ماشي حلوه، معتدله، وما عندي ما نقول في العجينه، غير لازم تجربوها. سلام.